بركاتك يا مولانا، وهتكون زعلان مننا؟ ده احنا غلابه وملناش بركه الا انت. على وضعك كمل على كده، نوبك ثواب في الغلابه دول اللي نفسهم في فرحه، اي فرحه. يا دماغي. منتخب مصر يبستر جماهيره ويصعد لقبل نهائي كاس افريقيا، وعلى حساب مين؟ المغرب. والله يا ولاد عشنا لغايه ما شفنا مصر بتغلب المغرب. جمهورنا اتبستر يا رجاله في وسط حاله الرعب وتوقع جون في اي لحظه في شبكه الحضري، وكله متلج من الخوف. كهربا يفرهدهم من حراره الفرحه، فرحه جون في توقيت قاتل وغير متوقع، برد وحر في نفس ذات اللحظه. فالنتيجه تبقى ايه؟ معروفه طبعا، جمهور زبادي مضروب في الخلاط. كل الكلام عن اي تكتيك يعتبر موضوع فرعي، الموضوع الرئيسي دلوقتي اننا فرحانين وبنتلكك عشان نفرح، وربنا يديمها علينا ويكملها على خير. مولانا بيبدأ بطريقته المعتادة 4-2-3-1. منتخبنا بيبدأ بظاهرة عصره وأوانه في حراسة المرمى، قصاده 2 ملهمش حل، حجازي وجبر حاجة فوق النمرة 1 بالمسافة. على يمينهم المحمدي متعاهد الكباري، على شمالهم كريم حافظ. 2 هولدنج ميدفيلدر، طارق دبابة الشهير بطارق حامد، وأحمد أي حتة الشهير بأحمد فتحي. قصادهم الرباعي المعتاد عبد الله السعيد في القلب، على يمينه صلاح وعلى شماله تريزيجيه، تحت مهاجم مجازا مروان محسن. الشوط الالتحامات العنيفه والفرقتين قضوا الشوط الاول بيتعازموا على بعض. من فضلك امسك الكره عشان العب على الكاونتر اتاك. لا والله اتفضل حضرتك خد الكره وسيب لي الهجمات المرتده. والود ودهم كل فريق فيهم يقف في نص ملعبه ونقلبها مباراه فولي بول، واللي يزهق الاول يخسر. هيرفي رينارد نازل مذاكر منتخب مصر وحافظه صم، عارف ان هجماتنا لازم تعدي على عبد الله السعيد، فضغط عليه طول الوقت. فمفيش هجمه مصريه بتكمل لاننا مصممين على نفس السيستم، ان الكوره لازم تعدي على عبد الله في اي هجمه. ومع الضغط على عبد الله خصص رينارد الباك الشمال حمزه منديل لرقابه محمد صلاح في كل حته في الملعب لدرجه الرزاله. وطول الوقت ضغط على طارق حامد اول ما يستلم الكوره، وفي ظل التزام تريزيجيه بدوره اللي رسمه ليه مولانا على الخط لمسانده كريم حافظ، فاتكسرت كل هجماتنا اول باول. الوحيدين اللي فشل المغاربه في الضغط عليهم حجازي وعلي جبر، لانهم بيلعبوا السهل السريع من غير فلسفه ولا تجويد، حتى لو بيحطوا الكره في المدرج. فبمرور الوقت تحولوا للمتنفس الوحيد اللي بيسند عليهم اي حد مضغوط عليه قدام. شوط هجوميا بيتمثل في فرصتين، واحده للمحمدي لو لبست صح في وش رجله كانت قطعت الشبكه، والتانية كانت لتريزيجيه في واحدة من الأوفرات النادرة لقاها حارس المغرب في رجله، رجعت لتريزيجيه تاني حاول يشوطها، ضربوا المدافع في رجله في ضربة جزاء كتير ما أخدوش بالهم منها. في المقابل فرصة وحيدة للمغرب من دربكة وكرة رايحة جاية، وربك اللي ستر. شوط بينتهي 0-0 في النتيجة، 2-1 في الفرص، 1-1 في الكباري، وتغيير مروان كوكا بأحمد حسن محسن. ما تشغلوش بالكم بالأسماء، لأن مروان هو كوكا وكوكا هو مروان، مفيش فرق الصراحة. أنا بدأت أقتنع إن مركز رأس الحرب عند مولانا وظيفته الوحيدة هو الرجوع لمنطقة جزائنا في الضربات الركنية، عشان يشيل بدماغه مش عشان يجيب أو يحاول يجيب أجوان لا سمح الله. شوط تاني مختلف، المغرب بتسيطر أكتر وموجات هجومية عنيفة متكررة من ناحية كريم حافظ، فرص في منتهى الخطورة بشكل متواصل، وبدأ الواحد يقلق ويحس ان في جون مغربي بيتم طبخه على هداوة وجاي لا محالة، مسألة وقت مش اكتر. وبدأت انا وغيري كتير يحسوا بدوخة وهبوط استعدادا للهدف المنتظر. ممكن كوباية بسكويت؟ اوكي كوباية بسكويت لو سمحت. في هبوط حاد. تخلل هجمات المغرب فرصتين لصلاح من النوع المفزع للمغاربة، ولينا والله احنا كمان لما ضاعوا. واحدة عملها له عبد الله السعيد ولا اروع، دبل كيك بعد ترقيصة على الطاير لمدافع المغرب، داس عليها صلاح ودخل ال 18 ولبست في يمينه. حارس المغرب رفع ايده اداء واجب لقاها في ايده، ازاي؟ معرفش. التانية برضو من عبد الله البرازيلي متفق عليها وعملها عبد الله كتير مع الاهلي، شال الكرة من فوق الحيطة لصلاح المنفرد ورا الحيطة، لف والدنيا كلها كانت منتظراها في الجون، وبرضو حارس المغرب رفع ايده للمرة التانية اداء واجب، وبرضو جت في ايده، وبرضو ازاي؟ معرفش. سلام قول من رب الرحيم. وبيتدخل كوبر في محاولة للسيطرة على الوضع المتأزم ناحية كريم حافظ بنزول كهربا مكان كريم، ورجوع فتحي باك ليفت وعبد الله السعيد جنب طارق مكان فتحي، وكهربا في القلب تحت كوكا. الحقيقة التغيير قفل جبهتنا الشمال المخترقة تماما، بس نص الملعب وقع مننا، لأن طارق غالبا بقى بيقابل 4 لوحده في نص الملعب، لأن عبد الله مش سريع في المسافات الطويلة ومش في قوة التحامات طارق وفتحي. وفي وسط ما الدنيا عماله تضلم كل ما الوقت بيعدي والتفاؤل بيلم هدومه وماشي، ينور كهربا الدنيا المنتخب مصر بجون ولا اروع في توقيته. كهربا نور لنا الطريق اللي قبل النهائي وشد الفيشه على المغرب بجون من 1-2 مع نفسه. كرة مرفوعة من كورنر حط دماغه فيها، راحت ضربت في كوكا اللي واقف هايم في ملكوت الله، ورجعت له سبق باك المغرب وحط رجله فيها، ويلا بينا على بوركينا. بشكل عام اكتشفت ان تشجيع المنتخب ضار جدا بالصحة،
بيكون مصحوب بارتفاع في ضغط الدم لما بيلعب وحش او بيخسر، ولو كان في طريقه للخساره وهوب بيخطف جون في نهايه الماتش، الوضع هنا بيختلف، بيتحول الضغط العالي لازمه قلبيه مفاجاه. تعرفوا احلى شعور في الدنيا ايه؟ لما تبقى بتشجع فريق وشايفه هيخسر في اي لحظه، واللحظه دي جايه مساله وقت مش اكتر، وهوب كرسي في الكلوب بتخطف جون، لا وفي اخر 5 دقايق، يعني مفيش وقت للتعويض كمان. ربنا يفرح كل اللي بيفرحونا كمان وكمان وكمان.